سياده النائب دكتور محمود حسين، وانت اخر مره سعادتك جيت لنا هنا وشرفتنا الاسبوع اللي فات. ان شاء الله المره دي هتلاقي فيه مجهود ملحوظ. سياده الدكتور حازم رئيس مجلس اداره شركه وادي النيل على راس اولويات الاستاد، بيتابعني بصوره دوريه كل يوم. كل يومين بتجيلنا لجنه من الشركه من القاهره للمعاونه والمساعده، وبعض الاحيان لتقديم المعونه اللي سيادتك بتتابعني بيها شخصيا، وانا طبعا شاكر لسعادتك. انا بقول لسيادتك كمان انا النهارده سبب الزياره النهارده وسبب اللقاء النهارده كمان ان في حدث بيحصل في بورسعيد والناس كلها فرحانه ان النهارده ترتيب اعمده الاناره اللي تحمل الكشافات اللي بتدور الاستاد، وده حدث مهم جدا. النهارده الجمعه برضه عشان الناس تكون عارفه، يعني المفترض ان هو يوم اجازه. عايز اطمن الناس ان يعني زي ما سياده العميد بيتحدث لنا هنا 24 ساعه في عمل. احنا هنطمن كمان لما نشوف الكشافات، يعني اللي يمكن شايفين ان في 4 اعمده بدات تظهر اهيت عندنا، وفي 4 اعمده حالا هنشوفها مع بعض وهي يعني بتتركب، فده فال حلو جدا وخبر كويس جدا ولازم بورسعيد كلها تعرفه. فانا بشكر العفو يا فندم، العفو. الشركه المنفذه شركه وادي النيل والفنيه العسكريه على الموضوع العظيم دوت. يعني احنا اللي شاكرين افضل سعادتك يا فندم، والمتابعه بتاعت سعادتك بجد جت بفايده، واحنا زي ما وعدنا سعادتك المره اللي فاتت وزي ما بوعد سعادتك الاسبوع دوت، وزي ما سعادتك تكرمت واتفضلت علينا. ال4 عمدان اللي اتنصبوا النهارده وال4 التانيين هيتنصبوا حالا واحنا واقفين، الونش غير مكانه. الكشافات بالكامل موجوده. المنظر ده منظر لازم الناس كلها تشوفه ان شاء الله يا فندم. ساعه زمن بالكتير وال4 التانيين يكونوا معاهم يا فندم. النهارده 30/5 يوم جمعه، يوم اجازه، وشايفين العمل دوت وتركيب اعمده الاناره، وال4 دول حظنا بقى حلو ان احنا هنشوف كمان او الناس هتشوف معانا ال4 اعمده دول بيتركبوا. والله يا فندم دكتور حازم حسن رئيس مجلس الاداره النهارده، دكتور حازم كان النهارده الساعه 8:15 ياكد علينا ان احنا موجودين في الموقع. قلت له يا فندم انا بقالي ساعه في الموقع، وبعتنا له لايف، بعتنا له الصور وكان مطمن. هو بياكد علينا يا فندم ان فعلا اقل حاجه شركتنا الوطنيه تقدمها لجمهور واهلنا في بورسعيد، الاستاد ده لازم يطلع عالمي ان شاء الله. انا بوعد سيادتك، بوعد اخواتنا هنا في بورسعيد، والمهندس كساب حاطط رقبته على ايده ان الاستاد ده لازم يطلع عالمي وليس على مستوى الدولي، لا عالمي. بنرحب طبعا بالدكتور محمود حسين، طبعا متابع دائم للنادي المصري واحداث النادي المصري. اي عقبات بتقف معانا بيسخرها دايما، بيتواصل مع المسؤولين عندنا في الشركه، مع الاستشاري، مع الاستاذ المحافظ، مع السيد الوزير. يعني بنقول الحمد لله النهارده وصلنا مرحله يعني متقدمه جدا للاستاد. بنفرح اهل بورسعيد النهارده. احنا متواجدين النهارده يوم الجمعه بكامل الطاقم النهارده موجود عشان نعمل حدث يفرح كل اهالي بورسعيد، وهو تركيب اعمده الاناره. انا عارف كويس قوي ان الاعمده اول ما تترفع هتبقى حدث كويس جدا. كمان لسه كمان المرحله الجايه ان شاء الله النجيله كمان لما تتعمل برضه هيبقى حدث كويس. الكراسي برضه ان شاء الله، يعني ان شاء الله احنا متوقعين ان شاء الله على 30/6 ان شاء الله يكون الهيكل العام للاستاد باين ان شاء الله زي ما وعدنا قبل كده. كل الفتره اللي فاتت كان في معوقات الحمد لله اتغلبنا عليها بفضل الحمد لله ربنا اولا، ثم المسؤولين وتكاتف المسؤولين عشان يطلع حاجه للجمهور. جمهور بورسعيد غالي جدا والله عند كل المسؤولين. احنا لامسين ده، لان انا اصلا بورسعيدي وبتشرف ان انا من النادي المصري بقى، يعني من عشاق النادي المصري. ولكن احنا لمسنا لما دخلنا بقى في الشركه ودخلنا اشتغلنا في الاستاد ان كل الدعم بنشوفه من المسؤولين. احنا كل التوريدات موجوده عندنا في الاستاد، على ارض الاستاد. احنا عندنا شاشتين وصلوا الحمد لله من شركه NEC، شركه عالميه، مستوى الشاشتين اعلى مستوى. كمان المظله كمان وصلت بنسبه 100%. ان شاء الله نبدا نركبها اخر 6 ان شاء الله. النجيله جايه ان شاء الله من تركيا برضو ان شاء الله المعتمده. كمان عايز اقول لحضرتك ان كمان اعمده الكشافات، الاعمده النهارده هتركب ان شاء الله. الكشافات يعني وممكن بعدها مثلا باسبوعين او 3 اسابيع نبدا نعلق كشافات ليد على اعلى مستوى جايه من اسبانيا. تم اختبارها اكثر من مره، عدى على كذا مرحله عشان يبقى في الاخر استاد عالمي. فانا بشكر حضرتك طبعا على المتابعه الدائمه للاستاد، وان شاء الله حضرتك هتشوف برضو على ارض الواقع كل التوريدات وكل التعاقدات. بص يا باشمهندس، انا طبعا بشكرك على المجهود العظيم، واحنا قلنا في اول لقاء هنا في الاستاد احنا متفائلين ان المهندس المنفذ كمان هو المهندس محمد كساب، ابن من ابناء بورسعيد يعني، وبنفتخر بكده. بنشكر سيادتك يا سياده العميد على المتابعه وعلى العمل. يعني برضه باكد على جمهور بورسعيد، احنا النهارده يوم 30 مايو، يوم الجمعه، يوم اجازه.
الشركه زي ما حضراتكم شايفين كده بكل طاقتها شغاله. الاعمده جايه يوم اجازه بتتركب، عندنا 4 اعمده كشافات تركبوا، والاربعه تاني يعني معلش ممكن استاذنك توري الناس بس كده الاعمده اللي لسه يعني في سبيلها انها تتركب خلال ساعه او اقل من ساعه. الحدث ده كان لازم ننقله لاهلنا في بورسعيد، لكن اللي عايز اطمنكم عليه كمان يعني استكمالا لكلام سياده العميد والمهندس كساب، احنا اسبوعيا في متابعه من كل الجهات المشاركه في التنفيذ. عايز اقول لحضراتكم برضو كاهل بورسعيد، وزاره الشباب والرياضه، شركه وادي النيل، الفنيه العسكريه كاستشاري، كل الجهات المنفذه، محافظ بورسعيد ومسؤولين النادي المصري الاستاذ كامل ابو علي، احنا اسبوعيا في تواصل مستمر لمتابعه الاعمال دي. يوميا في تواصل من الشركه مع جهه التنفيذ، لكن اسبوعيا في اجتماع. كنا كل شهر بنعمل اجتماع بيضم كل الجهات المنفذه وكل الشركات، الشركه المنفذه والاستشاري والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ومحافظ بورسعيد، وانا بصفتي يعني قبل ما اكون رئيس لجنه الشباب والرياضه ابن من ابناء بورسعيد، بنتابع الاحداث والفعاليات والتوريدات اللي بتتم ده. عايز اطمنكم، وانا هاخد من كلام المهندس محمد كساب ان التعاقدات على التوريدات الخاصه بكل تجهيزات الاستاد تمت بنسبه 100%. كل التعاقدات. طب ايه الحاجات اللي وصلت؟ المهندس محمد كساب قال لنا دلوقتي الشاشات وصلت، المظله 100%، مظله اللي هتغطي الاستاد 100% وصلت بورسعيد. عايز اقول لكم حتى اعمده الاناره، الكشافات الخاصه بالاناره اللي طمن الناس ان هي وصلت بنسبه 100%. المولدات، الجزء الصحي كله يعني الرخام والسيراميك والمعدات كلها وصلت. احنا بنطمن، احنا زي ما المهندس محمد بيتكلم في الطريق، النجيله جايه من تركيا، نجيله على مستوى عالمي بالمواصفات العالميه. ده اللي احنا بنقوله، عايزين الناس تطمن. الاداء الحمد لله يعني خلال شهر 6 هتشوفوا شكل مكتمل للاستاد سواء خارجيا او بدايه الاعمال الداخليه. الكراسي اللي موجوده بتاعه الاستاد كلها بنسبه 100% تم التعاقد والتوريد، ممكن يكون خلال شهر 6، ان هي ما بتاخدش اكتر من 20 يوم في التركيب. كل ده عشان نطمن. وقبل ما نتكلم في الكلام ده يعني لازم نوجه رساله شكر تاني في كل لقاء لفخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو يعني اطلق شراره البدء في هذا العمل بهديه من فخامه الرئيس لشعب بورسعيد، ان يتم بناء الاستاد على نفقه الدوله، ان يتم بناء الاستاد بالتعاون مع الوزاره والمحافظه. وعايز اوجه ايضا الشكر لوزير الشباب والرياضه اللي يعني اعتقد ان يعني ما بخلش بجهد ولا وقت على الاستاد. عايز اقول لحضراتكم ان احنا بالنسبه لتكلفه الاستاد الحمد لله قدرنا نوفر الى الان حوالي 650 مليون جنيه من تكلفه اجماليه قد تصل الى مليار و400 مليون جنيه. فسواء المحصصات الماليه موجوده، ما فيش حاجه متاخره للمقاولين اللي بيشتغلوا في الاستاد كمستخلصات. التفاصيل الدقيقه احنا بنتابعها يوميا وبنتابعها اسبوعيا وبنتابعها كل شهر في اجتماع دوري بين كل الجهات. اللي عايز اقول لحضراتكم برضه ان هم 35 جهه مسؤوله، على راسها وزاره الشباب والرياضه، على راسها شركه وادي النيل المنفذ للمشروع اللي هو حازم، طبعا انا بشكره يعني على المجهود العظيم اللي بيتعمل، الفنيه العسكريه كاستشاري، وايضا محافظه بورسعيد اللي ما عندهاش متاخرات في التمويل المخصص لاستاد النادي المصري. انا طبعا يعني مش هقدر اشكركم على المجهود، بس كان لازم نطمن الناس. والنهارده عايز اقول لحضراتكم ان الصور بتاعت الاعمده الناس بتتداولها من الصبح من اول ما بدات. شجع النادي المصري. انا بشكر الدكتور طبعا محمود حسين سياده المحافظ على حرصه الدائم على ان استمرار طبعا مسيره مستر كامل ابو علي، والمجهود المبذول من الدكتور محمود والسيد المحافظ اللواء محمد حبشي على عدول بقى مستر كامل عن الاستقاله وعن الحاجات دي كلها، لان ده طبعا يعني بيمثل حلم الجمهور النادي المصري. انا بتكلم دلوقتي كمشجع النادي المصري، يعني بشكر حضرتك طبعا على المجهود المبذول، احنا حاسينه ولابسينه في الشارع. عايز اطمنك بقى يعني طبعا طالما بنتكلم في الموضوع ده، ان المشروع الاستثماري اللي هو الحلم اللي كان قدمه الاستاذ كامل ابو علي ان هو يعني ينشا بجوار ملعب النادي المصري او استاد النادي المصري، يعني على وشك التنفيذ. لان الحمد لله امبارح في الجلسه اللي تمت يعني مع الاستاذ كامل والمحافظ تم وضع يمكن الشكل النهائي لتنفيذ شركه استثماريه بتشارك فيها محافظه بورسعيد مع النادي المصري، وهتشرف على تنفيذ المشروع الحلم بالمشاركه مع محافظه بورسعيد. فان شاء الله يعني عايز اقول الاستقرار المالي قادم،
ومجهود الاستاذ كامل ابو علي اللي تم الفتره اللي فاتت ما حدش يقدر ينكره. والاستاذ كامل ابو علي ما ينفعش يسيب النادي المصري، لان النادي المصري وجماهير النادي المصري مرتبطه بيه بشخصه، ومقدره تماما المجهود اللي قام بيه خلال السنوات الماضيه، ومقدره تماما الاعباء اللي تحملها والمجهود اللي بيعمله. فبنشكره وبنقول لبورسعيد كلها مبروك عوده الاستاذ كامل لقياده النادي المصري. ده كده ده الكرسي بتاع ده يستحمل ده الجماهير ده يعني. عنده اختبارات يا فندم. في ناس بتتخوف شويه يقول لك كرسي مستورد ولا محلي. انا عارف تعاقدات ان ده محلي، لكن عايز اطمن الناس مفيش حاجه بتتم تركيبها في الاستاد الا بعد مراجعات من الفنيه العسكريه الاستشاري. في تجارب واختبارات بتتم على اي معد ثابت هنا في الاستاد، سواء بقى كرسي دوت او اي اله او كشاف، حتى اختبارات بتتم في الفنيه العسكريه وتجارب عشان يعتمد ان هو ينفع يتركب في الاستاد. فالناس سيادتك الماده دي اصلا ماده مستورده من المانيا اللي هي دي ده الكليرك ديت دي فن مقاومه لكل شيء بس سيادتك. تمام. فدي برضه عملنا لها اختبار واثنين وثلاثه. كل حاجه يا فندم بندخلها الاستاد لازم تكون. طب الماده دي مقاومه يعني؟ الماده ديت من المانيا. تمام. هي ماده متخصصه في حمايه الخرسانات، في حمايه العمر الافتراضي للخرسانات. طبعا ممكن تضاعف العمر الافتراضي للخرسانات، بتحمي الخرسانات من الميه، يعني ممكن تحت الاسد ماده عازله للرطوبه وماده عازله لكل العوامل الجويه. فده ركب عليها الكرسي ده نموذج للكراسي. الكراسي هيبقى عندنا 4 الوان كراسي، اللي هو النظام الجديد الماتشنج الجديد بتاع الالوان الجديده. 4 الوان دي برضه هويه النادي المصري بالظبط. ده اهم حاجه عندنا. الكراسي بتمثل يعني لون التيشيرت وبتمثل هويه النادي المصري. ده اللون ده انا اطمنت لما شفته، يعني عشان موضوع اللون ده كمان حتى في الكراسي مهم بالنسبه لنا. يعني استكمال للكلام سيادتك يا فندم اللي حضرتك بتقوله احنا دلوقتي من شويه. الشاشات الشاشه اهي يا فندم. عشان حضرتك برضه امرت وقلت النهارده يوم الجمعه الناس شغاله اهو بنركب اخر حاجه عشان تبقى ان شاء الله يوم الاحد. دي قواعد الشاشه. قواعد الشاشه الشماليه والشماليه. يعني احنا عندنا شاشتين وصلوا. احنا هنركب ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله في الملعب. تمام. بالصرف كله 100%. مستنيين بس ان شاء الله استكمال او السيكونس بتاعت العمل. نكمل الملعب ان شاء الله. تكون شدينا ان شاء الله النجيله اللي هي برضه حضرتك امرت قلت من شويه ان هي مستورده وكده وجايه من بره. كل شيء فاتن ان شاء الله نركز في ميعاده ان شاء الله. وبنحاول ان احنا نقدم حاجه كويسه. مع اعتماد اللي جاي لنا من السيد رئيس مجلس اداره الشركه حسن. بشكرك وبشكر سيادة اللواء يعني وعلى المجهود دوت، واعتقد الناس النهارده تطمن. والاسبوع الجاي ان شاء الله نيجي والشاشه دي بتتركب، سواء احنا عندنا شاشتين هيتركبوا الشماليه والجنوبيه الاسبوع الجاي ان شاء الله برضه عشان نطمن الناس في بورسعيد. يعني ان شاء الله. شكرا بشكرك جدا. يعني انا اسمع فيك. طب احنا اول توقيع هنا والعمود ده اللي هيفضل طول الحياه في استاد النادي المصري بنكتب فيه رساله شكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو اهدى هذا الاستاد لاهل بورسعيد وشعب بورسعيد. فاحنا نكتب نشيد طبعا شكر مستحق لفخامه الرئيس من شعب بورسعيد. ده هيكون على اعلى نقطه في الاستاد ان شاء الله، عشان ده اللي هينور لنا الاستاد وهينور برضه باسم الرئيس ومن شكر سياده الرئيس. ونوقع بقى عشان يعني يكون حاجه للتاريخ ان شاء الله.